اكتر غلطه الناس بتقع فيها لما يجي يغير مقاس الجنط في عربيته، ان هو بيبقى معتقد ان هو لما يغير مقاس الجنط لمقاس جنط اكبر كده هياخد ارتفاع اعلى عن الارض. احب اقول لك ان معلومتك غلط، ولو عايز تفهم كمل الفيديو للاخر. بعض العربيات، مثال شهير العربيات تويوتا كرولا، هيونداي الانترا، كيا سيراتو، رينو، سكودا اوكتافيا، الموديلات اللي بيركب فيها ثلاث مقاسات هتلاقيهم مكتوبين على القايم: 15 65 195، 16 55 205، 17 45 215. الفرق بين الثلاث مقاسات انت اللي بتحدد انت محتاج انه جنط فيهم او اي مقاس، لان الطريق والطرق بتاعتك اللي بتمشي فيها هي الفيصل واللي بتحكم على مقاس الجنط ومقاس الكاوتش اللي انت محتاجه في عربيتك. ولذلك على سبيل المثال لما تيجي تغير من مقاس جنط 15 65 195 ل 16 55 205 لازم تفهم ايه المميزات وايه العيوب. المميزات اللي هتقابلك في مقاس الجنط ال 15 ان انت هتاخد ارتفاع اعلى عن الارض من جنب الفردة، فبالتالي هتاخد راحة أكتر في المطبات والطرق المكسرة، إلى جانب أن عرض الدواسة في 195 أقل أو أرفع، فبالتالي استهلاك البنزين أقل. إذا راحتك على الطريق واستهلاك البنزين الأقل ومناسب للطرق المكسرة هيكون مقاس ال 15 195 بامتياز، هيكون مميز بالنسبة لك. العيوب اللي هتقابلك إن الدواسة طول ما هي أقل الثبات على الطرقات المفتوحة أو السرعات العالية بيكون أقل، الى جانب دواسه الفرامل لما بتيجي تدوس الدوسه التوقف وزمن التوقف وتماسك العجله على الارض، كل ما عرض الدواسه بيقل كل ما بيقل معاك. فالمعلومه اللي عايز اقولها لك ان تغيير الجنط على نفس العربيه مش هتاخد بيه ميزه ارتفاع العربيه على الارض، انت هتاخد عرض زياده ملامس للارض او عرض اقل، وكده هتفهم ان التغيير اللي بيحصل في ارتفاع الفرده اللي هم الشويه دول، الجزء اللي بيمتص الصدمات. لو بتسافر كتير هتختار المقاس الاكبر، لو تحركاتك داخلي اكتر هتختار المقاس الاقل. وبرده الميزه المهمه برده فرق في السعر كبير جدا جدا. العيوب اللي بتظهر في المقاسات الكبيره اكتر من المقاسات الصغيره. دي كانت معلومه بسيطه كده مع عماد جاد، كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معانا. ولو عايز كاوتش بافضل جوده وافضل سعر هتلاقيه في كل فروعنا. السلام عليكم.